طب شايف حضرتك اللغه الانجليزيه ترتيبها ايه ما بين لغات العالم عموما؟ كقوه لغه لا، ترتيبها مش قوي، لكن كانتشار لغه، اللغه الاولى على العالم منتشره طبعا. طبعا، ده اكيد. اولا هي بيتحدث بيها حوالي 53 دوله حوالين العالم، يعني ما يوازي 400 مليون شخص تقريبا. تمام. ده ليه؟ كل الاكتشافات، الاختراعات، الابتكارات، صحيح. اي حاجه بتتعمل دلوقتي بنحط الاساس بتاعها اللغه الانجليزيه، وده كان موجود زمان لما كانت الاختراعات والاكتشافات باللغه اللاتينيه، فكانت اللغه اللاتينيه هي الاكثر انتشارا. ولما كان العلماء العرب هم الاقوى زي الادريسي والخوارزمي والى اخره، كانت اللغه العربيه هي الاكثر انتشارا. فبالتالي العلم والثقافه كل ما كانوا في قوه، هم فرضوا اللغه بتاعت اصحابها على العالم كله. فاللغه الانجليزيه من حيث الانتشار ومن حيث الاستخدام على مستوى العالم كله، لا، اللغه رقم واحد بلا جدال، ما نقدرش لكن حضرتك ننكر قلت ده. لي كانتشار هي رقم واحد. رقم واحد. لكن كأهمية هي لا، مش كأهمية، ما هي أهميتها من انتشارها، بالظبط. لكن كقوة لغة، كقوة مفردات كقوة لغة، ليه؟ كقوة. يعني هقول لحضرتك حاجة على سبيل المثال، قواعد اللغة الإنجليزية 80% أو 75% من قواعد اللغة الإنجليزية فيها حالات شاذة، ده ما بتلاقيهوش في اللغة العربية. اللغة الإنجليزية المفردات بتاعتها ضعيفة نوعا ما، يعني الفعل الواحد أو الكلمة الواحدة بتلاقي لها معاني كتير. فعل زي جت على سبيل المثال، جدا لوحده ليه 331 معنى باختلاف تراكيب مختلفة. أنا عايز أغير المعنى، بجيب له preposition حرف جر جنبه عشان أجيب معنى تاني، لأن أنا المفردات عندي ضعيفة، ما عنديش مفردات قوية. أنا عندي look بمعنى ينظر، عايز أجيب يعتني بيه، ما عنديش يعتني بيه، بجيب look after، أو أجيب take بمعنى يأخذ وأحط جنبيها care.